من زمان ما صورتش أي حاجة على القناة هنا، والحقيقة إن أنا أكيد مش هارجع لك وأنا إيدي فاضية. أنا جاي أنقذك وأقول لك إزاي تنجز الحاجات اللي وراك مهما كانوا كتير ومهما كانوا عددهم. والكلام ده جاي من واحد يعني بص بقى يعني شغله عنده شغله في المدرسة والدروس اللي بعد المدرسة والحصص الأونلاين للطلاب اللي بياخدوا أونلاين، وكمان اليوتيوب. واليوتيوب مش قناة واحدة، لا دول قناتين يوتيوب. منهم قناة بتاعتي إنجليزي بينزل عليها تقريبا محتوى كل يوم عشان الطلاب بتوعي. ومش كده وبس، ده كمان أنا بنزل فيديوهات عن الكورة في صفحة التيك توك بتاعتي. ففي كمية حاجات كتيرة أنا بعملها في اليوم بتاعي. فأنا جاي بقى النهاردة أقول لك على أهم 7 حاجات أنا بستخدمهم عشان أقدر أعمل توازن ما بين كل ده، عشان ما أحسش إن الدنيا كتير ودوشة. بس ليه 7؟ الصراحة أنا مش عارف هما ليه 7، بس كل حاجة في حياتنا تقريبا عبارة عن رقم 7. فكر فيها كده وهتلاقي إن أنا عندي حق. المهم قبل ما نعد من 1 ل7 في حاجة أهم من ده كله، حاجة لازم نتفق عليها، وهي إنك لازم تهتم كويس أوي بدينك. ليه؟ عشان دي الحاجة الوحيدة اللي هتفضل معاك طول عمرك، وهتكون هي الأساس اللي كل حاجة تانية حرفيا هتقف عليه. تخيل معايا الرقم 1 والأصفار اللي جنبه، من غير الواحد فالأصفار اللي جنبه دي ملهاش أي قيمة. الدين أو علاقتك بربنا ده هو الرقم 1. الدين هو اللي هيديك الطمأنينة، من غير كمان إن هو البوصلة والمعنى الحقيقي. فخليه هو الأولوية بالنسبة لك، وبعد كده هيبقى عندك أرض صلبة تقدر إن أنت تبني عليها. خلصنا المبدأ الأساسي ودلوقتي نيجي مرحلة البناء، فكرة تعدد المهام. وهنا هنضطر إن إحنا نستعير بخالي باشمهندس أحمد رجب. بص يعني هو عبقري سوفت وير وعبقري برمجة. يعني وإحنا قاعدين مع بعض في جلسة عائلية كده عرفت منه إن هو ما شاء الله واللهم لا حسد يعني ها بيعمل تو دو ليست وبيخلصها، وبيعمل واحدة تانية وبرضه بيخلصها، مع ان هو بيكون كاتب فيها كمية تاسكز كتيرة. وانا على النقيض تماما منه. انا لما بعمل تو دو ليست يعني انا الفرق ما بيني وما بينه في حوار التو دو ليست ده ان انا بعمل سمارت جول كبير او بعمل هدف كبير وتحت منه اهداف صغيرة. وانا الحمد لله بنجز وهو كمان بينجز. فالحقيقة أنا مش عارف أحدد إذا كانت فكرة كويسة ولا لأ إن الشخص يكون عنده تعدد مهام. بس النقطة الأساسية اللي إحنا متفقين عليها إحنا الاتنين هو إن إحنا بنخطط لليوم بتاعنا قبل ما نشتغل. والله لو خلصنا الحاجات اللي محددينها دي يبقى خير وبركة. لو ما قدرناش، هو بصراحة ما فيش رفاهية قدامنا إن إحنا ما نعملش الحاجات اللي ورانا، فأنت كده كده لازم تخلصها إلا إذا كان في ظرف طارئ قوي يخليك ما تخلصها. استثمر في نفسك كتير. المهارات بتاعتك هي راس مالك الحقيقي. استثمر بقى في مهارات عملية بجد، زي مثلا لغة جديدة، برمجة، تحليل بيانات، أي حاجة تزيد من قيمتك في السوق. اقرأ كمان كتب في تطوير الشخصية وجرب. جرب يا أخي، هو أنت خسران حاجة؟ غرمان حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ لا عندي. انت خسران كل حاجه. كمان حاول تاخد دورات كتيرة، وابدأ مشروع صغير على جنب حتى لو فشل مش مهم. المهم ان انت تكتشف نفسك وتكتشف امكانياتك. تعال اقول لك على حاجة في سرك. في ناس صحابي يعني كنا مع بعض في الكلية بيعملوا في ال6 شهور حوالي تقريبا كده 80 ألف جنيه من الكول سنتر الإنجليزي. الشغلانة اللي هي مش محتاجة أصلا غير إن أنت بتكون بتعرف تتكلم إنجليزي إلى حد ما كويس. فحاول تاخد كورس إنجليزي محترم واشتغل بعد كده على نفسك إن أنت تكون بتتكلم إنجليش ودوس في الكول سنتر، وهتلاقي نفسك معاك فلوس كتيرة بجد. ما تخافش من التجربة والفشل. الفترة بتاعت من 15 لحد ما توصل 25 سنة هو ده الوقت المناسب جدا اللي انت تقدر تتعرف فيه على أرض الواقع. كل وظيفة ما تقبلتش فيها، كل فكرة مشروع ما نجحتش، وبلاش تعتبر ان الفشل في شيء معين دي هزيمة. هي دي ما تعتبرش هزيمة يا حبيب أخوك، دي بيانات، بيانات أنت بتجمعها عشان في المستقبل تاخد قرارات أحسن. الفشل في العمر الصغير بجد هو أرخص وأسهل بكتير من الفشل بعد كده لما تكبر، لأن حاليا مفيش مسؤولية كبيرة عليك زي المسؤولية اللي هتكون موجودة عليك لما تكبر، وتكون بقى مسؤول عن بيت ومصاريف مطلوبة منك كل شهر، وساعتها مش هيكون عندك أي رفاهية إن أنت تفشل. فخلي عندك روح المغامرة دلوقتي وارمي نفسك في كذا مجال، واللي يتظبط معاك كمل فيه. ابني شبكة علاقات حقيقية.
الإنسان مش جزيرة وما ينفعش يكون لوحده من غير ما يكون أي حد جنبه، وفكك من حوار أنا لوحدي أحسن والكلام ده، عشان مهما كنت مين فهيجي وقت عليك وتحتاج لشخص تتشارك معاه أفكارك وتشارك معاه فشلك وطموحك واليأس بتاعك. فعلى الأقل حاول إنك تركز على جودة العلاقات مش كميتها. مين الناس اللي أنت بتحس إن أنت معاهم بتكون أحسن نسخة من نفسك؟ مين الناس اللي بيشجعوك وبيقدموا لك نصيحة صادقة فعلا؟ حاول تحط نفسك في وسط الناس دي، ويا سلام بقى لو يكون الناس دول في نفس مجالك فخبرتهم هتختصر معاك سنوات كتير من التجربة والخطأ. اتكلمنا كتير، فحاول بقى ان انت تعمل سبسكرايب لو استفدت بأي حاجة، وهات حاجة تشربها عشان الكلام ده فيه فلوس. ركز عشان الكلام اللي جاي ده كلام فلوس. لازم تعود نفسك على الادخار والاستثمار المبكر. ما تقولش مرتبي صغير، ابدأ بأي مبلغ حتى لو كان بسيط. السحر كله في الفايدة المركبة اللي فوق بعضها اللي هتخلي الفلوس دي تكبر مع الوقت. حتى لو مش هتعرف ان انت تعمل كده فالجأ للست الوالدة، خليها تدخلك في جمعية بسيطة على قد فلوسك، لان في وقت معين من الاوقات هتحتاج الفلوس دي. ده غير كمان انك لازم يكون في جزء بسيط بيتشال على جنب كل شهر كده، يعني ايه، اعتبره للطوارئ. طيب علشان ما تتلخبطش، الأولوية بتكون في إن أنت تعمل صندوق كده للحالات الطارئة اللي ممكن تحصل لك، وبعد كده فكر في استثمارات بسيطة. وأهم استثمار برضه هو إن أنت تستثمر في صحتك وفي تعليمك. ما تتلخبطش، الأولوية بتكون للحالات الطارئة وبعد كده استثمارات بسيطة، وأهم استثمار صحتك وتعليمك. أنا عدتها مرتين أهو، يا رب تثبت في دماغك. اعتني بصحتك النفسية والجسدية. بالنسبة للصحة الجسدية فأنت لازم تركز في العادات الكويسة اللي هتبنيها في جسمك وفي عقلك من وأنت صغير، لأن هي دي العادات اللي هتستمر معاك طول عمرك. ده غير إن الرياضة في الوقت الحالي اللي إحنا موجودين فيه أو في العصر الحالي بتاعنا ده ما بقتش رفاهية، أو الرياضة ما بقتش رفاهية. والنوم الكافي كل يوم دي مش مسؤولية أو ضعف. حاول كمان إن أنت على الأقل تهتم بصحتك النفسية. لازم تتعلم إن أنت تقول لأ، من غير بقى ما تكون محرج من اللي قدامك لو كانت الحاجة دي فعلا انت مش هتقدر ان انت تعملها. يعني ده لو كانت مش هتقدر تعملها. لازم يا حبيب اخوك تحمي طاقتك ونفسيتك ووقتك عشان تقدر تستمر في حياتك على المدى الطويل. النصيحة السابعة والأخيرة، ودي من أهم النصايح فيها، ما تقارنش الرحلة بتاعتك برحلات الناس على السوشيال ميديا. كل واحد فينا ليه جدول زمني مختلف وطريق مختلف بيمشي فيه. الصور والفيديوهات اللي انت بتشوفها على الانستجرام مش الفصل الأول ولا الفصل الأخير من قصة الشخص اللي قدامك. في تفاصيل تانية في القصة أنت والله ما تعرفها. فحاول بس إنك تركز على تقدمك أنت. ركز بس على نفسك امبارح وحاول تطلع من سباق المقارنة. ولو قدرت تعمل كده فأنا أقدر ساعتها أقولك إنك هتنجح وهتوصل للي أنت عايزه. وفي ناس تانية هي اللي هتبدأ يعني إيه تتابعك وتبص على أخبارك وتبص كمان على الانستجرام بتاعك. ففكك من الناس التانية وركز مع نفسك أنت. باختصار بقى عشان نلم كل اللي فات، خلي علاقتك بربنا كويسة وده الأساس. استثمر في نفسك، خاطر وتعلم من الفشل، ابني علاقات قوية، ابدأ ادخر من دلوقتي وخليك صحي بدنيا ونفسيا وما تقارنش نفسك بالغير. الوقت ده مش الوقت اللي انت لازم تعرف فيه كل الإجابات، ده الوقت اللي انت لازم تسأل فيه نفسك الأسئلة الصح وتبني العادات الصح وتتعلم من أخطائك، ودايما حاول تبدأ من حيث أنت، واستعين بالله وما تبصش وراك. وبس كده. متنساش بقى تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل اللي محتاجه، واشترك في القناة عشان يعني ايه، ان شاء الله في حاجات كتيرة جاية في الفترة اللي جاية. واكتب لي في الكومنتس ايه التحدي الأكبر اللي بتمر بيه في الفترة دي. وبس كده. سلام.